السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. النهارده موقف حصل، عربيتين داخلين قصاد بعض والاتنين داخلين شارع ضيق، والعربيتين واقفين قصادهم عربيتين راكنين صف اول قصاد بعض، فالشارع ضيق، فلازم بس عربيه واحده اللي تقدر تعدي. الاتنين عنده تمام، بس كان في ممكن واحد ما يعاندش ويستنى لما التاني يعدي، فالعربيه بتاعته اتحفت، فنزل لقى العربيه اتحفت فاتضايق جدا وبص للراجل قال له انا اسف، الغلط عندنا، وقام راجع والمشكله انتهت. والتاني كان مستعد يتخانق، كانت هتبقى خناقه يعني، والموضوع انتهى. افتكرت كلمه والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وافتكرت مواقف كتير زي موقف زين العابدين ابن الحسن بن علي، لما كان عنده طفل رضيع وعنده جاريه عنده خادمه شايله قدر فيه ماء مغلي، فالميه المغليه وقعت على الطفل. الجاريه الخادمه وقعت الميه المغليه على الطفل. ايه اللي حصل؟ احمر وجه زين العابدين جدا والطفل مات. يعني الميه المغليه وقعت عليه كله ومات الطفل، فاحمر وجهه جدا. فالجاريه بتبص لقت وجهه محمر جدا، فما لقتش اي حاجه تقولها له غير الايه دي والقاظمين الغيظ. هي خايفه مرعوبه، فبص لها وقال قظمت غيظي. فقالت له والعافين عن الناس، قال عفوت عنك ان الله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حره. يا زين العابدين، ده لسه مموته ابنك الرضيع، ده الخادمه، ده يعني ده خادمه، يعني ده كلام. بس شوف دلوقتي بقى لو في خادمه وقعت بيضه وهي ماشيه كده، وقعت بيضه وهي بتطبخ مثلا، وقعت فلوس وهي رايحه تشتري حاجه، بتتكوي بالنار. يعني شايفين الوضع؟ فدي ايه؟ القاظمين الغيظ. دي بقى درجات ايه؟ درجات عاليه جدا. وخدوا بالك، والاخلاق والسلوك بتكتسب. يعني ما نقولش الواحد ده عصبي بطبعه، لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها عصبي بطبعه، مفيش حاجه اسمها ده ما بيقدرش، ده بيتعصب بسرعه، مفيش الكلام ده. الاخلاق الحلوه بتكتسب، والاخلاق الوحشه كمان بتكتسب. زي مثلا سيدنا علي بن ابي طالب، لسه قايلها من شويه للناس، يعني في معركه وكان بيحارب واحد يهودي، وبعدين خلاص هيموته والسيف على رقبته، فاليهودي قال لك خلاص انا كده كده ميت، قام باصق في وجه سيدنا علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب بص له وقام سايبه وماشي، ما موتوش. يعني لو واحد تاني غيره هيعمل ايه؟ انت بتبصق في وشي، طب خد، ويقتله. لا، بص له مشي. فاليهودي قال لا ما موتنيش، جري وراه قال له تعالى ايها المسلم تعالى، ماذا تفعل؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال كنت في الاول كنت اريد قتلك لله، يعني كنت بحارب في سبيل الله وكنت هقتلك في سبيل الله، ولكن بعد ان بصقت في وجهي فارادت نفسي ان تقتلك، فانا لا اريد ان اقتل لاجل نفسي، بل